لو انت في تالتة ثانوي وبتذاكر الأحياء كأنها ورق محفوظ، فخليني أقولك إنك بتخسر نص الفايدة. طب ازاي؟ هقولك. طيب بص، صلي على النبي بس الأول. بص ركز معايا. الأحياء مش مادة للامتحان. طيب ازاي؟ الأحياء مادة بتشرح لك نفسك، ودي حاجة أعتقد محدش بيقولها من المدرسين. يعني بص مثلا في جزء الهرمونات، أعتقد أنت لسه ما أخدتوش، بس خليك دايما ثابت. نيجي مثلا على هرمون الأدرينالين مش مجرد كلمة، ده اللي بيبقى السبب في إن قلبك يفضل يضرب لما تيجي تتوتر، لما تيجي تدخل الامتحان، او اي موضوع عموما فيه خوف، او اي موضوع تاني فيه ستريس. نيجي مثلا على هرمون الانسولين اللي كله بيحفظه من غير ما يفهم اصلا هو الانسولين ده ليه. الهرمون ده حقيقي حقيقي، يعني ده نعمة من عند ربنا. هو اللي بيتعامل مع جسمك بعد ما مثلا تاكل حتة شوكولاتة، يعني بيظبط لك السكر في الدم. نيجي مثلا لهرمون النمو، الهرمون ده اللي بيفسر لك ان فجأة صاحبك كان كده بقى في سنة واحدة بقى قد كده، طول طول مرة واحدة. ازاي؟ الهرمون ده بقى هو اللي بيفسرهولك، ومسؤول عن حاجات تانية هتاخدها وهفهمك في اخر الفيديو. يعني من الاخر جسمك هو المعمل الحقيقي للمنهج. طيب شايف ازاي في اقل من دقيقة ربطنا المنهج بحياتك؟ وده جزء صغير جدا 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 من اللي خليك تحب الاحياء. فتخيل بقى فيديو في 20 دقيقة او 30 دقيقة مثلا يشرح لك حتة في محاضرة مثلا انت كنت بتاخدها في 3 4 ساعات، ومش بتمسك بقى قلم وكراسة والكلام ده. لا، طب ازاي الكلام ده يعني هيتعمل ازاي؟ اقول لك اصبر. ولكن خليك فاكر انك مش هتمسك قلم، مش عايز منك غير كوبايه القهوه بتاعتك او اي مشروب انت بتحبه. فانا هحول لك المنهج كله من كلام ناشف ومعلومه ناشفه لكلام سهل وممتع، والمعلومه تفضل عايشه جواك حتى لما تدخل الكليه، وهتعرف الكلام ده بنفسك. برضه ازاي هتعمل الكلام ده؟ لو الدقيقه دي فرقت معاك فاستنى تشوف الفيديو التاني، هيبقى اطول من ده، وهتعرف ان الاحياء مش كتاب ولا علم كده كلام ناشف. الاحياء انت، وده اسم التشانل اللي على اليوتيوب اللي هينزل عليها الشرح، وهعمل لك لها منشن عشان تعمل لها فولو. اشوفك على خير يا ناضر على اليوتيوب، ها.